المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. كلية الطب والعلوم الصحية تخرج 391 كادرا طبيا بمختلف التخصصات. إدارة إقليم القشبركة تعقد اجتماعا تقييميا للنصف الثانوي. محطة تكنولوجيا الزراعة التجريبية في الإقليم الأوسط تعمل لزيادة الإنتاج. اتفاق تاريخي بين أستراليا وبريطانيا، غواصات نووية ل50 عاما. جورجيا تستضيف مناورات الناتو بمشاركة 2000 جندي. إطلاق القمر الصناعي الإيراني للاتصالات ناهد 2 بصاروخ روسي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خرجت كلية الطب والعلوم الصحية يوم أمس 26 من يوليو 391 كادرا طبيا بمختلف التخصصات، 215 أي 55% منهم طبيبات بشهادة الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم، وتخرج 7 منهم بتخصص في الأمراض الباطنية والجراحة وأمراض النساء والتناسلية، بالإضافة إلى طب الأطفال بشهادة الدراسات العليا، فيما تخرج 103 منهم في تخصصات الطب العام والتمريض والصيدلة والتوليد وعلوم أو علم التخدير وطب الإسعافات الأولية وطب العيون وعلوم المختبرات الطبية بشهادة البكالوريوس، و281 آخرون بشهادة الدبلوم الجامعي في تخصصات التمريض العام والصيدلة والصحة البيئية وطب الأسنان والمختبرات والأشعة. وذكر عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور يمان السيوم في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، ذكر أن الخريجين سيساهمون في ضمان الصحة العامة والمستدامة وتحسين الخدمات الصحية وخفض تكاليف العلاج والتعليم الطبي، وكذلك صد النقص في طاقم التعليم والكادر الطبي بشكل واسع. وأفاد بأن الطاقم التعليمي للكلية يتكون من 70 طبيبا إريتريا و20 أخصائيا أجنبيا، وأن 12 مواطنا لا يزالون يواصلون دراساتهم التخصصية في داخل البلاد وخارجها. وأوضحت ضيفة الشرف في مناسبة التخرج وزيرة الصحة آمنة نور حسين، أوضحت بأنه يتم تسجيل النجاحات في جميع القطاعات الحيوية نتيجة للاستثمار الضخم الذي تقوم به الحكومة في مجال التعليم الأكاديمي، كما هو الحال في الصحة، حاثة الخريجين على العمل الجاد تطبيق الإرشادات والخطط الصحية بالمهارات التي اكتسبوها وبالعهد الذي أعصموا عليه. وأشار ممثل الخريجين إلى أن دور ومساهمة الشباب الذين يتخرجون كل عام في مختلف المهن له أهمية كبيرة في تطوير المرافق والخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا جاهزيتهم للعمل بتفاني وإخلاص، شاكرين للفرص التعليمية التي أتيحت لهم. وشهدت مراسم حفل التخرج الختامية تقديم الميداليات والشهادات التقديرية على الخريجين الحاصلين على أعلى الدرجات. عقدت إدارة إقليم القشبركة اجتماعا في بارنتو في 25 من يونيو لتقييم الأنشطة المنفذة خلال النصف الأول من العام. وقدم مدراء المديريات وأقسام إدارة الإقليم تقارير مصحوبة بالأرقام حول البرامج المنفذة خلال الأشهر الستة الماضية في مجال توسيع الخدمات الاجتماعية والحفاظ على التربة والمياه ومساعدة أسر الشهداء والمحتاجين والأنشطة الزراعية وجمع ضرائب الأراضي والمواشي. وأشير في الاجتماع إلى تنامي استخدام الطاقة الشمسية في تنمية البساتين والدعوة لتجميع القرى لحصول السكان على الخدمات الاجتماعية. وأوصى الاجتماع بعد مناقشة المواضيع المطروحة على العمل للسيطرة على حرائق المراعي وتصحيح فجوات حماية التربة وحفظ المياه، وإطلاق حملات توعية لوقف ختان الإناث والاهتمام بنقص وتأخير الجرارات التي تخصصها الحكومة في موسم الزراعة المطرية. وأهاب حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي على إعطاء الأولوية لزيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية وإصلاح أوجه القصور في تنفيذ برامج الحفاظ على التربة والمياه، ووضع حد لانتهاكات كرسوم استخدام الأراضي واستغلالها، وتعزيز تحصيل ضرائب الأراضي والثروة الحيوانية، ومنح أولى الأولويات لبرامج الأمن والتنمية.
تعمل محطة تكنولوجيا الزراعة التجريبية في الإقليم الأوسط جاهدة في إعداد بذور مختارة من الخضروات والذرة والقمح وغيرها لزيادة الإنتاج. وصرح مسؤول المحطة السيد أفورقي قبر سلاسي لوكالة الأنباء الإريتريا إرينا بأنهم يعملون على تنمية وتوزيع بذور مختارة من البطاطس المعروفة بالكلترم وكذلك البقوليات. وأضاف السيد أفورقي أن صنف البطاطس الكترا الذي زرع في أوائل مايو من هذا العام قد وصل بالفعل إلى مرحلة الحصاد، ومن المتوقع أن يتراوح إنتاجيته من 300 إلى 350 كنتالا للهكتار. وحث المزارعين على استخدام الأسمدة الطبيعية لأنها تقلل من تلوث التربة والمياه الجوفية. وأكدت السيدة ترحس هيلي خبيرة تنمية البساتين أن المحطة تنتج أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه بطريقة علمية. أفاد ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية القندع السيد مانويل كيداني بأن مشتل مائد كموم أعد شتول من مختلف الأشجار لزرعها في موسم الأمطار. وأوضح أن المشتل يقوم بتنمية أنواع محدودة من شتول الأشجار لشح المياه الجوفية، مشيدا بإدارة المديرية في سد النواقص. وقال إن الهدف الأساسي إعادة زراعة الأشجار التي تواجه الانقراض، مناشدا مختلف الجهات للقيام بأنشطة المتابعة لضمان نمو الأشجار المزروعة. وذكر مدير مشتل مائد كموم السيد يوناس قرماي أن المشتل يعمل منذ سنوات طويلة في تنمية الأشجار المستوطنة، داعيا لحل مشكلة المياه لزيادة إعداد الشتول كما ونوعا. وأفادت النساء العاملات في المشتل أن العمل في المشتل ساهم في المعرفة بأهمية الأشجار. مشاهدينا، نتابع الأخبار العالمية بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت بريطانيا وأستراليا أنهما ستوقعان اتفاقية التعاون لبناء غواصات أسترالية تعمل بالطاقة النووية، ورحبتا بمراجعة إدارة الرئيس دونالد ترامب لدور الولايات المتحدة في اتفاق الدفاع الثلاثي. والتقى وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ووزير الخارجية ديفيد لامي بنظيريهما الأستراليين ريتشارد مارليس وبيني وونغ في سيدني لحضور اجتماع ثنائي سنوي. وتم الإعلان عن التحالف الثلاثي في 2021 لمجابهة القوى العسكرية الصينية المتنامية في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ومن المقرر أن تحصل أستراليا على 8 غواصات على الأقل، بما في ذلك ما بين 3 أو 5 غواصات أمريكية مستعملة من طراز فيرجينيا. تجري جورجيا مناورات إيغايل سبريت بمشاركة أكثر من 2000 جندي من 10 دول وسط توتر مع الغرب. واستضافت جورجيا مناورات عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع قوات حلف الشمال الأطلسي الناتو في وقت تواجه فيه حكومتها انتقادات متزايدة حول توجهاتها السياسية وانحرافها المفترض عن المسار المؤيد للغرب وميلها أكثر اتجاه روسيا. وتندرج مناورات إيغايل سبريت التي تجرى قرب العاصمة تبليسي وتستمر حتى 8 من أغسطس ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة التي ينظمها الحلف، وشارك فيها أكثر من 2000 جندي يمثلون 10 دول من بينها ألمانيا ورومانيا وبولندا وأوكرانيا ومولدوفا. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القمر الصناعي الإيراني ناهد 2 المخصص للاتصالات جرى إطلاقه إلى الفضاء على متن صاروخ روسي من طراز سويوز. وأضافت أن القمر الصناعي محلي الصنع أطلق بنجاح من قاعدة فضائية في روسيا. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن القمر هو قمر بحثي واتصالي، وجرى بناءه بطلب من وكالة الفضاء الإيرانية وبالتعاون مع معهد البحوث الفضائية في إيران. وأضافت أن الإطلاق جاء بعد تأجيل عدة مرات، وكان جزءا من مهمة متعددة الأقمار الصناعية شملت الأقمار الصناعية الروسية بونوسفير M3 و M4 بالإضافة إلى 18 قمرا صناعيا أخرى من دول مختلفة بما في ذلك إيران.
وسبق أن أطلق الصاروخ سويوز أقمارا صناعية إيرانية مثل خيام وباريس واحد وكوثر وهدهد. الخبر الأخير في هذه النشرة: اجتاح إعصار كوماي شمال الفلبين مضاعفا من حدة الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع، ما أسفر عن معطل 25 شخصا على الأقل وفقدان 8 آخرين ونزوح أكثر من 278 ألفا من منازلهم. الإعصار ضرب اليابسة عند بلدة أوغنو في مقاطعة بانغاسينان مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 120 كم في الساعة، ومع تحركه باتجاه الشمال الشرقي بدأ شدته تتراجع تدريجيا لتصل سرعة الرياح المستمرة إلى نحو 100 كم في الساعة. وضعف كوماي من قوة الأمطار الموسمية التي كانت قد أغرقت مساحات واسعة من البلاد خلال الأيام الماضية. وأظهرت لقطات بثتها وكالة أسوشيتد بريس سكانا في مدينة مالابون شمال العاصمة مانيلا وهم يسيرون في مياه وصل ارتفاعها إلى مستوى الخصر. مشاهدينا، نختم هذه النشرة بأهم ما جاء فيها. كلية الطب والعلوم الصحية تخرج 391 كادرا طبيا بمختلف التخصصات. إدارة إقليم القشبركة تعقد اجتماعا تقييميا للنصف السنوي. محطة تكنولوجيا الزراعة التجريبية في الأوسط تعمل لزيادة الإنتاج. اتفاق تاريخي بين أستراليا وبريطانيا غواصات نووية ل50 عاما. جورجيا تستضيف مناورات الناتو بمشاركة 2000 جندي. وإطلاق القمر الصناعي الإيراني لاتصالات ناهد 2 بصاروخ روسي. هكذا مشاهدينا الأكارم نصل إلى ختام نشرة هذا المساء، كنت معكم فيها قاسم أحمد، دمتم في أمان الله.